عندما بلغني خبر الوفاة فقدته الأمة. هو من هؤلاء الرجال العظماء الذين تفقدهم الأمة وتفقد فيه وفي أمثاله هذه القيم التي كنا نتحدث عن بعض منها، لعل بعضكم حضر معنا في المسجد قبل قليل. أنا أولا أعرب باسمي أصالة عن نفسي وعن الزاوية التي أخدم رسالتها، وباسم أبناء الشيخ سيدي عبد القادر، وهم جميعا لي أهل، هم منا وإلينا ونحن منهم وإليهم. فباسمهم جميعا نقدم أولا آيات العرفان لهذه الوقفة منكم ومن كل من حضر هذا المشهد، هذا الجمهور الحاشد. التقدير والعرفان لمشاطرتنا هذا المصاب ومشاركتنا توديع هذا الراحل العزيز. قلت قبل قليل الرسالة التي وجهها ولي الأمر السيد الرئيس عزا فيها وعزانا فيها جميعا كانت معبرة بصدق. كلماتها وعبارتها كانت صادقة في وصف هذا الرجل العظيم من رجال هذه الأمة. ونقولها دائما مذكرين أن الأمة الواعية هي التي تعرف لعلمائها قدرهم، هي التي تعرف قدر العلماء، هي التي تحفظ لهم حقوقهم، هي التي تحرص على أن يتبوأوا المكانة المستحقة لهم، وتحرص على أن يقدموا للأجيال كأمثلة صالحة تقتدي بها الأجيال. كلما تحدثنا عن واحد من أعلام الأمة، والشيخ عبد القادر كان من خيارهم، كان من زينتهم، نريد من خلال هذه الأخلاق، من خلال هذه الأعمال التي عرف بها هؤلاء الرجال وعرفهم الناس بها وعمروا بها حياتهم، أن نقدمهم أمثلة صالحة، لأننا بحاجة إلى القدوة الصالحة مما نحتاج إليه في حياتنا، نحتاج إليه في خاصة تنشئة الأجيال وتقويم الأجيال وتوجيه الأجيال، ليكون هذا الجيل في الأمة هو فعلا جيل البناء، جيل العزة، جيل القوة. الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه عرفتموه، لعل كثيرا منكم عرفوه من كثب، وبعضكم ربما سمعوا عنه وعن سيرته. هو من هؤلاء الأخيار. تحدثت ربما عن محطات كثيرة شهدتها في صحبته وعرفتها عنه من كثب. من هذه المحطات ذكرت وأحب أن أذكر، لأن بعض إخواني خاصة السادة الولاة الذين لا نقول أشكرهم، أقول أقدر موقفهم وأقدر خطواتهم وأقدر حضورهم ومشاركتهم لنا في هذا المشهد، في هذا اليوم، في توديع وتشييع فقيدنا العزيز، جزاهم الله كل خير. وهذا مما يدل والحمد لله على هذه المعادن الكريمة. كم يعني يسرنا عندما نجد هذا القرب، هذا التلاحم
هذا التواصل، هذا الاتصال بين القائمين على الشأن العام، بين أولياء الأمور في كل مواقعهم ومع هذا المجتمع، ولا سيما مع رموز هذا المجتمع. مثال فقط بسيط، ونحن في هذه الرحاب تذكرت ذلك المشهد الذي عرفته ووقفت عليه في سنة 69 إذا لم تخني الذاكرة. قد كانت بتقدير الله أمطارا، نحن نقول دائما المطر هو إن شاء الله خير، وهو إن شاء الله كله غيث، وكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى غيث. كان لها أثرها في هذه المنطقة كلها، وكانت البنايات هشة وجلها كان من بناء الطين. فدخلت هنا وجدت المسجد ووجدت الضريح ووجدت البناءات، وجدت مسجد الشيخ سيدي بن عزوز وضريحة المحيط هذا. لعلكم عندما تمرون تجدون بعض الأطلال هي باقية الآن شاهدة. إذا مررتم وأنتم في اتجاه مسجد سيدي بن عزوز تجدون مثالا من هذا، يعني باقي الآن شاهد على. فكنت في غاية التأثر وغاية الألم مما شهدت. كان أوفدني الوالد الشيخ سيدي مصطفى رحمه الله من أجل أن أقف بنفسي وأن أواسي يعني إخواني والأسرة العثمانية على إثر تلكم الأحداث وما حصل بعدها. لكن الذي أسعدني من بعد، تحدثت عن هذا في الكلمة قبل قليل، بعد فترة وجيزة التقيت الشيخ سي عبد القادر في بيته هناك، زرته في المرادية، كان بيته في المرادية، هذا الذي باعه من أجل أن يعمر هذه المنارة. وجدت عنده ذلك الأمل وذلك التفاؤل، وتحدثنا طويلا طويلا. لا أكرر ما قلته في المسجد. الذي يهم هو أنه بهمته رحمه الله، بذلك العزم، بتلكم النية الصادقة، لأنه جعل هجرته لله كما كان أسلافه من عمروا هذه المنارات، عمروها من أول يوم وأسسوها على التقوى، وعمروها وخدموا رسالتها هجرة لله لا لأي غرض سواه. علم الله منه صدق النية وسلامة التوجه فأعانه وبارك في عمله وبارك في جهده، وما هي إلا أوقات قصيرة. وعدت بعد ذلك وشيئا فشيئا كنت أرى المسجد يبنى، ثم ضريح المشايخ، ومن بعد ذلك مساكن الطلبة، وأجل مسكنه والمسكن العائلي جعله في آخر المخطط الذي خطط له. بدأ بالمسجد والضريح وبيوت الطلبة. هنا نحن وإياكم جميعا نرى هذه القلعة، نرى هذه المنارة، كانت وستظل بإذن الله تعالى هي العاملة إن شاء الله، وهي العاملة، وهي التي تمثل بحق هذه المقومات وهذه القيم. هذه القيم قبل ساعات قليلة زارني وفد، بل وفود، يعني تأخرت من أجل أن أستقبل ذلك الوفد الذي حضر إلى الجامع بعد قبيل صلاة العشاء بقليل. كنا نتحدث عن هذه الحصون المنيعة في سياق ذكر جامع الجزائر وما شاء الله له أن يكون في هذه تلكم الأرض التي سميت بعد استعادة الاستقلال باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باسم محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد أن كانت خلال الاحتلال تسمى باسم ذلكم المنصر الذي ترك من بعده سيء الذكر وسيء الأثر، الكاردينال رافيجي. تحدثت عن كيف أن فرنسا أرادت، خططت وسعت، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخيب مشروعها ويفشل وتفشل خططها. أرادوا أن يلحقوا هذا الشعب بالحضارة الأوروبية المسيحية كما قالوا، كما زعموا. لاذوا بركن الإسلام ولاذوا بهذه الحصون
الحصون المنيعة التي مثلت قيم الإسلام وحافظت على كل مقومات الشخصية الجزائرية، الشخصية الوطنية الجزائرية، بهذه المرجعية الجامعة، هذه المرجعية اللي هي خير من يمثلها وخير من خدمها وخير من يقوم بإذن الله تعالى على خدمة رسالتها وعلى تعزيزها وتثبيتها بإذن الله تعالى. هي هذه المنارات، هي هذه القلاع التي جمعت بين العلم والتربية والوطنية والجهاد. هي كذلك اجتمعت دائما، نقول فيها التحمت فيها القيم الروحية بالقيم الوطنية، تمتزج في رسالتها كما هي حقيقتها وكما يشهد بذلك المستثمرون أنفسهم. من يعود إلى وثائق فرنسا يجد هذا المعنى يتكرر في كثير من وثائقهم، أن هؤلاء تمتزج في رسالتهم الروح الدينية الإسلامية بالروح الوطنية. إذن هذا كله مما يبعث على التفاؤل والثقة والأمل والارتياح. تظل هذه المنارة إن شاء الله عامرة، وتظل بإذن الله تعالى كل قلاع الإسلام في أرض الإسلام تظل بإذن الله تعالى شامخة عامرة بإذن الله تعالى. نحمد الله ومجددا نتوجه بالدعاء للجميع، وأتوجه لإخواني خاصة وكثير منهم ربما لأول مرة يجمعني الله بهم. أراد الله أن نجتمع ونحن والحمد لله في مسعى إن شاء الله مأجور بإذن الله تعالى. خطواتنا جميعا بإذن الله تعالى محتسبة وهي مأجورة عند الله. نسأل الله أن يوفقهم جميعا، كل من ولاه الله أمرا من أمور الرعية نسأل الله أن يعينه، أن يمده بالتوفيق والسداد، وأن يجعله من خير من يؤدون هذه الأمانة بحقها، يحملونها بحقها ويؤدونها كذلك بحقها. بارك الله فيكم أبنائي وإخواني، أنتم ولاة الأمر وولاة الأمر كل من يلي أمرا من أمور الرعية. نسأل الله أن يجعلهم جميعا مسددين موفقين ميسرين. ونشكر كل الإخوان، وفي مجلسنا قد ازدان برجال وبمعاني كثيرة يعبرون عنها ويمثلونها، لكنني أرى إلى جانب أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيد التيجاني الذي جاءنا من إحدى هذه القلاع أيضا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه ويسر له الأسباب لعمارة هذه الزاوية وتجديدها وبعث رسالتها. نحن نقول، وهذا الذي أختم به ونحن في سياق ما أردت أن أقول عن هذه الرسالة التي هي رسالة واحدة، رسالة مشتركة، منطلقاتها واحدة، مصادرها واحدة، غاياتها جميعا واحدة، وأهدافها كلها أهداف سامية تعمل لها، وإن اختلفت الوسائل وإن تعددت المناهج، ولكنها تصب في هذا الاتجاه الواحد. عبر عن ذلك، أحب دائما أن أستشهد بما قاله الشيخ سيدي الطاهر العبيدي رضي الله عنه وأرضاه، كان من العلماء الربانيين الذين تركوا من بعدهم خير الأثر، وكان تنبيطه بهذه الزوايا جميعا صلات ووشائج وروابط. وكان في الزاوية القاسمية يقيم فيها أكثر من 3 أشهر، يختم فيها عددا من الكتب في منظومته التي بين فيها أن هذه الطرائق كما وصفها، هذه الطرق بمناهجها المختلفة هي كلها وإن اختلفت وإن تعددت ولكنها في حقيقتها كما بين، وهي وإن تعددت أفكارها واختلفت ففي المعاني اتفقت، وهي وإن تعددت أفكارها واختلفت ففي المعاني
اتحدت ففي المعاني اتحدت. وأصلها مرتبة الإحسان أن تعبد الله على العيان إن لم تكن تراه إنه يراك فاعمل. انظروا إلى هذا الشطر، انظروا إلى هذه الكلمة التي ختم بها هذه الأبيات: فاعمل على الإخلاص واحذر ما وراك. يا أيها المريد، يا أيها السالك طريقه إلى الله، أيا تكون هذه الطريقة التي اختارها الله لك، وأيا يكون منهجها، أصلها واحد، أصلها مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كما مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. عندما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. يختمها: اعمل على الإخلاص واحذر ما وراك. هؤلاء الذين نتحدث عنهم من الصالحين، وهذا الذي نتحدث عنه ونتحدث عن شيخنا من ودعناه اليوم رحمهم الله، عملوا على الإخلاص، عملوا لذلك اليوم، عملوا لدار البقاء، لدار النعيم المقيم، لدار الجزاء العادل. عرفوا أن الدنيا هي دار عمل، هي مزرعة كما نصفها، مزرعة للآخرة، فسعوا لها سعيها وكان سعيهم مشكورا. هكذا يمضي الرجال كما نقول، وكما قال قائلهم: يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، يمضي الرجال ويبقى الذكر والأثر. اللهم يا ربنا ارحم شيخنا وأعلي درجته في الصالحين، واحفظ جمعنا هذا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ جمعنا هذا بما حفظت به ذكرك الحكيم. اللهم يا ربنا أدم عمارة هذه المنارة بخير ما تعمر به بيوتك يا رب العالمين، ووفق القائمين عليها، واجزي كل من سعى في عمارتها، وكل من سعى في خدمة رسالتها، وكل من أعان على خدمة رسالتها من الأحباب، من الأتباع، من المحسنين، من القائمين على الشأن العام، وكلهم إن شاء الله يجدون ما يقدمون بين أيديهم إن شاء الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واحفظ جمعنا هذا بما حفظت به ذكرك الحكيم، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.